السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك في لحظة طمأنينة جديدة. عايزة أقولك حاجة يمكن تغير شكل علاقاتك، ويمكن تهدي قلبك قبل ما تهدي غيرك. مش كل خطأ يستاهل نقد ولوم، ومش كل لحظة ينفع نرمي فيها اللوم والعتاب، لأن النقد المستمر وتصييد الهفوات وبين إنك دايما شايف اللي ناقص وبس، ده بيكسر النفس وبيهد العلاقات ويخلي اللي قدامك ينفر ويبعد ويحس إن وجوده مش متقدر. ربنا سبحانه وتعالى لما كلف الرسول صلى الله عليه وسلم ما كلفوش بالقسوة ولا بالشدة، كلفه بالرحمة واللين. قال تعالى في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني حتى الحق وعبادة ربنا محتاجة رحمة ولين عشان الناس تتقبلها، ومهما كانت كلمة صح أسلوبها لو غلط هتبوظ كل حاجة. وحتى فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، لما ربنا بعث له سيدنا موسى وهارون قال لهم: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لو فرعون الطاغية يخاطب باللين، يبقى الناس اللي حوالينا اللي بنحبهم مش أولى إن احنا نكون رفقاء بيهم؟ وربنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مش بالنقد ولا بالكلمة اللي بتجرح ولا بالتريقة اللي شكلها زور لكن بتكسر القلب. الكلمة الطيبة عند ربنا مش بس مقبولة، دي مرفوعة. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. يعني كلمة منك بتهون، بتطمن، بتشجع، تعتبر صدقة. وربنا بيحب الكلمة اللي تصلح مش الكلمة اللي تكسر. لو بتحب حد انصحه بهدوء، عاتبه من غير ما تكسر نفسيته، قوله حاسس انك تعبان وعايزك تكون احسن. مش انت دايما بتغلط، انت عمرك ما بتعمل حاجة صح. الفرق بسيط بس تأثيره كبير جدا. خلينا نكون أحن على بعض، الدنيا أصلا صعبة بما يكفي. محدش محتاج زيادة ضغوط، ولا حد محتاج حد يعلق على كل تفصيلة صغيرة. مهما كان بيحبك مش هيقدر يستحمل النقد المستمر مهما كنت بتحبه. مش معنى ده إنك تغيره أو تشكله على مزاجك. كلمة طيبة بتفتح القلوب، واللوم المستمر بيقفلها. فخلينا نهون، نرفق، نعدي، ونفتكر إن كل واحد فينا عنده حاجات كتير قوي بيحاول يصلحها ومحتاج كلمة تسنده مش كلمة توقعه. دي كانت لحظتنا، وأتمنى تكون لمست قلوبكم. ولو الكلام ده حسسك بحاجة اكتبلي في الكومنت: يا رب خلي قلبي لين. واذكر لنا موقف حصل معاك مش نسيه لحد جدار بخاطرك وعاملك بالحسنى ونصحك بهدوء بينك وبينه. واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل حلقاتنا الجاية. وشكرا ليك، وصلي على اللي هيشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.